안녕하세요. أهلا وسهلا بكم في بودكاست ذا كي توك مع سمية. لو الكي دراما بالنسبة لكم مش مجرد مسلسلات بل عالم كامل بتعيشوا فيه وبتستمتعوا بتفاصيله، فانتوا في المكان الصح. ذا كي توك هو البودكاست اللي هشارككم فيه شغفي للكي دراما. هنتكلم عن المسلسلات القديمة والجديدة، الشخصيات والأحداث، وهنتعمق في تفاصيل التفاصيل. استعدوا الحلقات مليانة نقاشات وتحليلات عن كل اللي بيخلي الكي دراما مميزة. هاتوا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ حلقتنا. أهلا وسهلا بكم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. أسبوع جديد وحلقة جديدة من ذا كي توك معايا أنا سمية، والنهاردة أنا لوحدي مفيش منار. ويا رب تكون حلقة منار عجبتكم. أنا بصراحة حبيت جدا الحلقة اللي فاتت كوين اوف تيرز، حلقة مميزة جدا ومسلسل عزيز جدا على قلبي. كمان الأسبوع ده مسلسل النهاردة مسلسل حلو جدا، بحبه جدا وقريب جدا لقلبي. مسلسل كده طاقة إيجابية ومناسب قوي لأجواء الصيف، بعيد خالص عن الدراما والميلودراما والنكد ده كله. حاجة ريفريشنج، حاجة تديك طاقة. كمان هقول لكم اسمه الأول، هديكوا هنت. لا 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 رومانتك سانداي، لا 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 it's a beautiful and shining day. سوري يا جماعة اللي بشاعة صوتي، ولكن حبيت انقل لكم أجواء المسلسل اللي هي أجواء كده مفرحة وصاني تحفة. وهو مسلسل هوم تاون تشات شات شا، أو بالعربي رقصة الحب الساحلية. ومسلسل كله طاقة إيجابية ومشرق كده وجميل. كمان خلاني أختار المسلسل ده النهاردة إنه في زي الأيام دي كان بيتعرض المسلسل من 4 سنين، يعني دي الذكرى الرابعة للمسلسل. مسلسل اتعرض في 2021 لأول مرة، والسنة دي تبقى دي السنة الرابعة. وكان بيتعرض في نفس الوقت ده اللي هو آخر أوغست وسبتمبر ويكمل شوية أكتوبر. فمسلسل لذيذ جدا وحبيت أتكلم عنه النهاردة بمناسبة الذكرى الرابعة ليه. والمسلسل ده يا جماعة ريواتشبل جدا، تقدروا تشوفوه مرة واثنين وثلاثة، هتحبوه كل مرة أكتر من المرة اللي قبلها حتى لو عارفين الأحداث. كمان المسلسل ده تفوق في عامل الزمن، انه عادي جدا تشوفوه دلوقتي او تشوفوه كمان سنة او 2 أو 3. تايمليس، احداثه تنفع لأي وقت واي زمن، ما فيهاش حاجة غريبة ولا مرتبطة باحداث معينة او بزمن معين. بالعكس لو شفتوه النهاردة تحسوا انه معمول امبارح. هوم تاون تشات شات شا هو مش بس قصة حب، هو كمان رحلة شفاء وتعافي. وغير انه هو طبعا روم كوميدي، في قصة رومانسية أو في لاف ستوري، هو من النوع اللي هو هيلينج دراما أو فيلينج جود دراما، تطلع منه بطاقة إيجابية وبحيوية. وهو رحلة شفاء فعلا. هو يعني في كده تعافي بيحصل جوه المسلسل، وبتطلع منه كده مبتسم ويعني وشك مشرق وضحكتك من اليمين للشمال، من ودن اليمين لودن الشمال. مسلسل جميل جدا وأشجعكم جدا تشوفوه. كمان المبهر جدا في المسلسل ده ان الكتابة بتاعته لما عملت سيرش عنها لقيت ان ده تقريبا اول عمل ليها، او ملهاش اعمال يعني قوية، ممكن ساهمت في كذا عمل بس قصدي كعمل ليها لوحدها. شاطرة جدا ازاي عملت التوليفة دي والوزنية دي بين الرومانسية والكوميديا، وكمان الاحساس بالهيلينج ده لما بتشوف المسلسل ده. مسلسل جميل ينفع لكل الوقت وكل زمان والكل حتى الأعمار، لا مش قوي يعني. كمان مسلسل 16 حلقة، ودي حاجة بقت نادرة جدا دلوقتي. كل المسلسلات الجديدة بلاقيها 12 حلقة، بقيت أحس إنه لا، الحاجات 16 دي لا، حاجات قيمة جدا يعني. تعالوا احكي لكم دلوقتي عن القصة بدون حرق، عشان الناس اللي ما شافتش المسلسل ما نحرقش عليهم اي حاجة. الحدوتة بتتكلم عن طبيبة اسنان اسمها يون هيجين، والطبيبة دي عايشة في سول وحياتها مستقرة في سول. فجأة بتحصل لها أزمة في شغلها بتخليها تسيب سول وتنقل لقرية ساحلية صغيرة اسمها جونجن. هنعرف كمان ايه علاقتها بجونجن في الأحداث. لما بتروح القرية دي بتقابل هونج دوشيك أو تشيف هونج، شاب طبعا
طبعا وسيم جدا وذكي وملوش شغلانة محددة، هو بيشتغل كل حاجة وأي حاجة، بيساعد أهل القرية في حاجات كتير، وكل أهل القرية بيحبوه وبيحترموه جدا وبينادوله تشيف هونج. يا ترى إيه حكاية تشيف هونج وإيه ليه بيسموه وليه بيندهوله كده وإيه علاقته بيهم بالظبط؟ ده اللي نعرفه لما نشوف المسلسل. الاتنين دول بتنشأ بينهم علاقة حب معقدة جدا في الأول بسبب اختلاف شخصياتهم ودايما اختلاف آرائهم، كانوا دايما كده نائر ونقير في الأول، ولكن بعد كده بتتحول علاقتهم لعلاقة حب حلوة جدا وسلسة جدا، وبيتأثروا قوي بشخصيات بعض وبيغيروا في حياة بعض. كل ده بيحصل في مجتمع مترابط جدا ودافئ جدا في قرية جونجن، مليان شخصيات فريدة ومميزة، وكل فرد فيهم عنده الحدوتة بتاعته والقصة بتاعته، مش بس موجودين عشان يكملوا الأحداث ولكن بيقولوا حاجة وعندهم حدوتة فعلا. وهنا بنشوف ان القرية مش بس يعني خلفية للأحداث، ولكن هي شخصية بحد ذاتها نابضة بالحياة كده والدفء. مسلسل هوم تاون شات مش بس قصة حب بين اتنين اتقابلوا بالصدفة في مكان يعني مش متوقع، ولكن هي رحلة للتشافي والتعافي وازاي نتبسط بأبسط الأشياء، رحلة امتنان وحب لكل حاجة بتحصل حوالينا، ازاي نستشعر النعم اللي حوالينا ونكون ممتنين ليها. هو ده المسلسل وهي دي الحدوتة. أنصح جدا جدا لو حد مشافش المسلسل انه يتفرج عليه، مسلسل حلو جدا ويتشاف مرة واثنين وثلاثة وتحب ترجع له كل الفترة بحيث تاخد كده طاقة إيجابية منه. لو انتوا مش شفتوش المسلسل وقفوا لحد هنا، وأتمنى تشوفوه ترجعوا تاني للحلقة. لو انتوا مش فارق معاكم الحرق كملوا الحلقة، أنا لسه هتكلم شوية عن الشخصيات يعني ممكن ما احرقش لسه، ولكن حبيت بس يعني أقول كده عشان لو غصب عني قلت حاجة تعتبر حرق لحد فما يزعلش. عايزة أتكلم دلوقتي في الأول عن الليد كابل. ويا جماعة عندنا 2 ممثلين رائعين جدا، إذا كان شين مين اللي بتقوم بدور يون هي جين، او كيم سون هو اللي بيقوم بدور تشيف هونج. الاتنين دول انا بحبهم جدا وقريبين جدا على قلبي، والكيمياء بينهم رهيبة، ممثلين تقال يعملوا حلوة قوي. ولو لاحظتوا ان هما الاتنين عندهم غمازات، ومن هنا لزق فيهم مصطلح قبل الغمازات، لانه بجد كان تحفة، كانوا حلوين قوي ولايقين قوي على بعض سواء كشخصيات جوه المسلسل او برا المسلسل. الكيمياء بينهم رهيبة بجد بجد بجد، حبيتهم قوي، وانا اصلا بحبهم بشكل يعني منفرد، كل واحد في اعماله حلو. اخر حاجه شفتها لكيم سون هو كان في مسلسل نون لايف جيبي تانجرينز، كان عامل دور ثانوي ولكن كان حلو قوي. كمان شين مين شفتها قريب في مسلسل كان اسمه نو لاف نو جين حاجه كده، كانت عامله دور تحفه في المسلسل ده، بروحوا شوفوه. فدول الليد كابل بتوعنا 2 مميزين جدا. عايزة أكلمكم سريعا عن شخصية هي جين في المسلسل. هي شخصية منضبطة جدا، ملتزمة جدا، محافظة جدا كده، يعني عارفين انتوا ماشية بالورقة والقلم، كل حاجة بترتب لها. فهي شخصية مش عفوية خالص يعني. ولكن لما بتروح جونجن بنشوف ازاي البيئة دي غيرتها وأظهرت العفوية اللي جواها. هي أصلا من جواها إنسانة يعني عفوية وطيبة جدا، وده بيطلع مع الوقت مع وجودها في القرية، بنكتشف الجانب ده من شخصيتها. كمان شخصية شيف هونج شخصية غامضة جدا، في وراها سر، في وراها حاجة. يعني ايه اللي يخلي شاب زي ده عنده كل الإمكانيات دي ومتخرج من جامعة مثلا زي جامعة سول الوطنية، بنعرف بعد كده في الأحداث إنه يعيش الحياة دي ويوهب حياته ويعني خدماته لأهل القرية. السر ورا الموضوع ده برضو بنعرفه مع الأحداث. شخصية جذابة جدا، وعمل شخصية شيف هونج حلوة قوي، يعني تحسوا أنا عايزة شيف هونج في حياتي، يعني شخصية هاندي كده وبيساعد وبيعمل كل حاجة بإيده، جذاب جدا الصراحة. طيب عايزة أكلمكم عن الشخصيات المساندة في المسلسل ده أو أهل القرية يعني بشكل عام. هم كتير جدا، فأنا يعني هحكي عنهم بس مش هدخل في تفاصيل قوي الحواديت بتاعتهم، عشان يعني مش عارفة الحلقة هتبقى طويلة جدا لو اتكلمت عنهم بالتفصيل، فهحاول يعني باختصار. أول شخصية عندنا هي المخرج جي سونج هيون، وده بيظهر في الحلقة 4 مثلا أو حاجة. بيكون رايح القرية لغرض شغل، يعني ان هو يعمل برنامج هناك. هو في الأول أصلا بيروح بالصدفة. المخرج ده من سمات شخصيته كده ان هو بيتوه طول الوقت، ومعندوش مشكلة مع القصة دي، لأنه هو شايف ان التوهان ده بيوصله لأماكن
كويسة طول الوقت. فهو أصلا وصل قرية جونجن بالصدفة أو بالغلط يعني. فبتنشأ بينه وبين تشيف هونج علاقة حلوة جدا، علاقة برومانس رائعة، لأنه بيقابله في أول ما بيروح جونجن، وتشيف هونج بيساعده في الطرق، يعني بيوصف له الطريق وبرضه بيتوه. بيقابله كذا مرة تشيف هونج، وبيتكون معاه في الأول علاقة صداقة ظريفة جدا، لحد ما بنعرف إن المخرج بتاعنا ده أصلا عارف هيجين ويعرفها من الجامعة، وكان كمان بيحبها من أيام الجامعة. فبتبدأ في مشاعر غيرة بتحصل بينه وبين تشيف هونج. ولكن المخرج بتاعنا ده دار طرف ثالث، وبيقوم بدوره لي سانجي. ولي سانجي دايما بيجي في طرف ثالث، وانا بحب الممثل ده جدا، ونفسي اشوفه بقى في دور لوحده. بجد بجد ممثل جميل. بيكون طرف ثالث في العلاقة دي، ولكن في شوية مشاهد غيرة وشوية مشاعر غيرة بينهم هما الاثنين، ولكن هما بيحبوا بعض، والعلاقة بينهم كانت ظريفة جدا وكانت حلوة جدا. فده المخرج. عندنا كمان شخصية مهمة جدا، وهي شخصية صديقة هيجين، كان اسمها ميسون. ميسون شخصية لطيفة جدا. بنشوف ان هي بتروح جونجن بعد هيجين، بتساعدها في افتتاح العيادة بتاعتها، وهي عندها قصة يعني سايد لاف ستوري. بتقابل شرطي في جونجن اسمه اونشول، وده برضو من أهل القرية، وبتنشأ بينهم علاقة حب لطيفة جدا وظريفة جدا. لو جت فرصة في الحلقة هحكي عنها، هقول عنها. كان ثنائي يعني لطيف جدا مع بعض. وكمان دورها كصديقة هيجين كانت داعمة جدا، وكانت دايما موجودة في مواقف الصعبة جنب صاحبتها يعني هيجين. عندنا كمان شخصية العمدة. مش عارفة هو عمدة سابق ولا حالي، بس شخصية العمدة وطليقته صاحبة مطعم المأكولات البحرية، وعندها يعني عقارات كتير في القرية كلها. وابنهم إيجون. والعائلة دي كده على السريع هم أب وأم متطلقين، وعندهم ابن. وحبيبي الولد ده الصغير إيجون، ممثل الولد يعني كممثل لطيف جدا، ويعني سرق قلبي بجد. وحبيبي هو عنده مشكلة، يعني مش عارف يعبر عن مشاعره، متأثر جدا بطلاق باباه ومامته، لأنه طلاقهم بنعرف إنه طلاق مفاجئ، يعني ما كانش فيه حاجة قبلها. فالولد ده كان متأثر جدا بطلاقهم. بنشوف لو جت مناسبة احكي عن قصة طلاقهم وازاي رجعوا لبعض والكلام ده كله هقولها. ولكن العائلة دي الغريبة دي كانت برضو لها دور حلو قوي في المسلسل. عندنا كمان صاحبة المطعم الصيني، ودي أنا فاكرة اسمها نامسوك. هي شخصية يا جماعة الست النمامة اللي بتنقل الأخبار، نشرة أخبار متنقلة حرفيا. أي حاجة بتحصل في القرية بسرعة بتنتقل بسرعة الصاروخ عن طريق نامسوك، بتبعت بسرعة على الواتساب أو حاجة زي كده، وكل الناس بتعرف إيه الخبر. مهمتها في الحياة إنها تتبع أخبار الناس، ولكن بتفاجئنا بأن عندها قصة مؤثرة جدا، وقصة يعني حزينة جدا في نص المسلسل كده بنعرفها. بصراحة أنا اتفاجئت، ما كنتش متوقعة أن هي يكون وراها حدوتة كمان مؤثرة. هحكي لكم على السريع عشان أعتقدش أن أنا هعرف أحكيها بعد كده. بنعرف أن هي كان عندها بنت، وكان عندها سرطان وتوفت بالمرض ده. ولما حصل لها كده انعزلت على نفسها واكتئبت، وفضلت شهور قافلة المحل بتاعها أو المطعم بتاعها، ومش بتطلع حتى تكلم الناس. فلما رجعت للحياة تاني، ويعني رجعت تتفاعل تاني مع الناس، رجعت بالشخصية دي، الشخصية اللي بتتبع أخبار الناس، وشخصية نمامة، وانشغلت بقى بحياة الناس وتفاصيلهم. فأهل القرية تغاضوا عن السلوك السيء ده منها والعادة السيئة اللي فيها دي، في مقابل إنها بس تبقى كويسة أو تتعامل أو تطلع من الاكتئاب وما تخشش تاني في المرحلة الوحشة دي. فكان الارك بتاعها حلو جدا. كمان بنعرف ان هي بتحوش فلوس طول الوقت عشان توديها للمستشفى للمرضى التانيين هم يتعالجوا، ومرضى السرطان برضو اللي هم زي بنتها. فقصتها حلوة جدا ومؤثرة جدا. ومعلش نستحمل شوية النميمة بتاعتها دي، ونحاول نبلعها لها. بس كانت ظريفة بصراحة، يعني دايما المشاهد اللي كانت فيها كانت بتضحكني. عندنا كمان شخصية حلوة جدا ومهمة جدا، وهو صاحب الكافيه، أو اللي هو كان اسمه كافيه بالنهار وبار بالليل. الشخص ده أو الشخصية دي كان أصلا هو مغني، وما اتشهرش أو اتشهر له أغنية واحدة وبعد كده ما حدش سأل فيه. فهو عايش طول حياته على مجد الأغنية دي اللي نجحت. وعنده بنوتة اسمها جوري، وجوري هي بنت في مرحلة المراهقة،
وعايشين مع بعض ومامتها متوفية. بنشوف برضو شخصية البنت دي مع باباها وعلاقتهم معقدة جدا ببعض، هي يعني في مرحلة مراهقة صعبة، وباباها برضو يعني عايش لوحده أو ما اتجوزش بعد ما مرته ماتت. فبنشوف ازاي بيبقى في بينهم في الأول شوية يعني مشاكل، لدرجة ان هي بتسيب البيت وتهرب في حلقة من الحلقات عشان عايزة تعمل زي تقويم أو عملية في أسنانها. موقفها يعني حكايتها مع باباها وموضوع سنانها ده كان لطيف جدا. كمان جوري بتحب فرقة كي بوب، هم تقريبا كانوا بيلمحوا BTS، مش فاكرة كان اسمها ايه في المسلسل. المهم بتغير رأيها انها تغير عمليتها لما بتشوف المطرب بتاع الفرقة وبيقول لها ان هو عارفها من سنانها الفلجة اللي عندها دي او المشكلة اللي في سنانها، فبتقرر ان هي تسيب سنانها زي ما هي، ما تعملش عملية. وهنا بابا بتجنن يعني، طب يا بنتي ما انا كنت بقول لك كده ان السنة دي بتميزك وخسارة تغيريها او تشيليها. فعلاقتهم كانت حلوة الصراحة، والارك بتاعهم كان لطيف لطيف لطيف. حاسة اني مش هلحق اتكلم عنه في الحلقة لانه عندي حاجات كتير اقولها. فدي كانت حكايتهم. عندنا كمان عيلة تانية، صاحبة السوبر ماركت وجوزها عنده محل زي أدوات كده، زي معرفش يعني عدة، تمام. فالاتنين دول عندهم برضو بنوتة اسمها بورا، وبورا تبقى صاحبة إيجون، ودايما موقفهم مع بعض لطيفة جدا. الولد والبنت دولت بجد فيري كيوت يعني. الارك بتاعهم مش مؤثر قوي، ولكن برضو كانوا من ضمن الأحداث. يمكن بورا هي يعني بورا بنتهم هي لها كذا مشهد حلو ولطيفة جدا كصديقة لإيجون، لهم مشاهد كتير قوي مع بعض ظريفة. عندنا كمان 3 جدات أو عواجيز القرية يعني، ومنهم الجدة الكبيرة أو اللي هي يعني تعتبر أكبر جدة في القرية، وشخصية لطيفة جدا يا جماعة وظريفة جدا وحبابة كده جدا، يعني بحيث انها جدة كل الناس، يعني بتفكرني حتى بجدتي الله يرحمها. فالجدة دي كمان لها قصة حلوة جدا. هي أصلا عايشة لوحدها، وابنها أو عيلتها يعني مش موجودين معاها في القرية، وللأسف مش سائلين فيها، مش بيكلموها، أو حتى ابنها لما احتاجت تعمل حاجة في أسنانها عملية ما صرفش عليها أو مرضيش يصرف عليها. ولكن يعني هي عندها عزة نفس وكرامة رهيبة. لها مواقف كتير حلوة قوي مع تشيف هونج، هو بيعملها كأنها جدته ودايما بيخدمها وبيشيلها وبيوديها ويجيبها. كان لها علاقة برضو حلوة جدا بالمخرج بتاعنا، لأنه هو كان عاجبه البيت بتاعها وكان عايز يصور فيه البرنامج بتاعه. هي ما كانتش طايقاه في الأول، ففضل يعني يتقرب لها ويخدمها ويروح يجي عليها ويجيب لها هدايا وحاجات يهتم بيها لحد ما وافقت إنه يصور في بيتها. بنشوف قد ايه الست العجوزة دي مفتقدة الحياة وحواليها، يعني لما المخرج ده بيروح ويجي عليها بتتونس بيه، ولما بيغيب عنها بتقعد تستناه. فالارك بتاعها كان لطيف جدا وكان حلو جدا. كمان كانت دايما بتوفق بين تشيف هونج وهي جين انه يقربوا من بعض وتخلق بينهم مواقف. يعني شفناها في موقف كده كانت خلتهم يغسلوا لها البطاطين بتاعتها برجليهم حرفيا. فشوفناها يعني ازاي بتأثر على كل المجتمع وكل الناس حواليها، خصوصا يعني الليد كابل بتوعنا اللي هم تشيف هونج وهي جين، ازاي قربتهم لبعض وازاي كانت موجودة لما تشيف هونج يعني كان عنده مشكلة، زي راحت لهي جين وقالت لها روحي له كلميه وهكذا. فالارك بتاعها جميل جدا وبينتهي كمان نهاية حلوة جدا. يعني لو جت فرصة أحكي عن قصة موتها أو إزاي قفلوا الشخصية بتاعتها هقول لكم، بس خليني يعني عايزة أتكلم أكتر عن أبطالنا الأساسيين لأنه الأرك بتاعهم طويل ومش عايزة الحلقة تطول مني. فدلوقتي عايزة اتكلم عن بقى هيجين، ازاي وصلت جونجين ويومها الاول، وازاي قابلت تشيف هونج، وازاي قررت اصلا تستقر في القرية، وكل الكلام ده. يعني نبدأ من الحلقة الاولى والكلام هيجيب بعضه بقى. طيب اول حلقة بتبدأ معانا بهيجين في سول. بيحصل لها مشكلة في الشغل، بتتخانق مع مديرتها وبتسيب الشغل، وبنشوف بعد كده ان وهي سكرانة بتكتب عنها كلام مسيء او بوست على النت او حاجة زي كده، وبتسوء سمعتها في سول ومحدش بيرضى يشغلها لانها شتمت المديرة بتاعتها. فبتقرر هيجين تروح قرية جونجن لأن هي لها ذكرى فيها مع مامتها المتوفية، وكان اليوم ده هو ذكرى وفاة مامتها. فبتقرر تروح هناك بس تقعد شوية على البحر
وترجع تاني. فلما بتروح جونجن بتقلع جزمتها على الشط، وبتمشي شوية على الرملة، وبترجع تاني تاخد جزمتها، فما بتلاقيهاش، ما بتعرفش تعمل ايه لحد ما بيظهر تشيف هونج ومعاه فردة من الجزمة بتاعتها، بيديها لها وبتقول له هات لي الجزمة التانية، او ممكن تروح البحر تجيب لي التانية. فطبعا بيقول لها لا، يعني انا مش شغالة عندك. هو اصلا كان في البحر بيعمل ايه؟ كان بيسيرف، يعني بيمارس هوايته في السيرفينج، ولقى الجزمة فادها لها. صعبت عليه فادالها شبشب من معاه، وكان شبشب حمام حرفيا. فبتاخد الشبشب وبتمشي، وهي طبعا متضايقة على الجزمة بتاعتها لأنها كانت لسه شارياها وهي جزمة غالية. وطبعا هي دلوقتي بقت على باب الله، معهاش أصلا فلوس حتى تصرف على نفسها. بتعدي وهي ماشية، بتعدي على الكافيه اللي هو بتاع شونجي. المهم بتعدي على الكافيه ده وبتدخل حمام هناك، وبتشرب حاجة كده بس مجاملة للراجل، وبتلاقي القهوة طعمها يقرف. فبتيجي تحاسب عشان تمشي، الفيزا بتاعتها ما بتشتغلش. فبتستغرب جدا يعني ليه ما بتشتغلش، اتاري في عطل في البلد والفيزا مش شغالة. وهي هناك بيدخل تشيف هونج، فبتصدق ان هو عارفها، وبتقول له سلفني فلوس عشان انا فيستي مش شغاله. فهو بيستغرب جدا، اسلفك ايه؟ انا لسه مقابلك من 5 دقايق، يعني نعرفك منين؟ فقال لها انا عندي ليكي حل كويس جدا، تعالي اشتغلي شويه كام ساعه وخدي فلوس حسبي اللي على القهوه بتاعتك. فبيدبسها في شغلانه كده عند البحر، بتنظف محاره او حاجه زي كده. وهي بتستغرب جدا انه هو في ايه يعني، ده كله بقابلك في كل حته والناس دي كلها عارفاك، وايه حكايه شيف هونج؟ ليه بيقولوا شيف هونج تشيف هونج؟ بس ما سالتوش، يعني كانت مستغربه بس سكتت. بعد ما خلصت العمل اللي كانت بتعمله، اخدت فلوس وراحت حاسبت الراجل بتاع الكافيه، واخدت موبايلها، كانوا واخدينه رهن. بتروح تركب عربيتها عشان تمشي بقى خلاص من البلد دي. العربية ما بتدورش، حصل مشكلة ما في العربية ما بتدورش. بتكلم بتقول تشيف هونج تاني صلحها لها، لا مش عارفة اصلحها لك، يعني الصبح بقى نشوف حد يصلحها، طب هبات فين؟ مش عارف ايه. فبيقول لها خلاص روحي باتي في الساونا كالعادة يعني. فبتروح الساونا، بتتفاجئ برضو بيه هناك شغال في الساونا. ايه يا ابني انت بتطلع لي في كل حتة؟ في الاول كانت فاكرة ان هو ماشي وراها، ولكن بعد كده بتعرف انه بيعمل كل حاجة واي حاجة، يعني بيعمل كل الشغل المتاح. فبتخلص اليوم الغريب ده في القرية دي، وبترجع صول. وهي راجعة بتكلمها مديرتها وبتقول لها ابقي قابليني بقى لو حد شغلك، ومحدش هيعبرك ومش عارف ايه. وهي في السكة افتكرت ان القرية ما فيهاش عيادة اسنان. ولما قابلت بورا وإيجون قالوا لها انه سنته اتكسرت، كانوا بيلعبوا مع بعض وسنته اتكسرت. والغريب ان بورا هي اللي كانت بتعيط، يعني من ضمن الكوميديا ان بورا دي مفترية جدا، ضربته وهي اللي بتعيط. فمن ساعتها عرفت انه مفيش عيادة اسنان، وسألت برضو صاحبة المطعم وقالت لها انه مفيش عيادة اسنان. فجت لها الفكرة فورا في مخها، طب ايه المشكلة افتح انا عيادة في القرية دي طالما مش عارفة اشتغل في سول. وبترجع بسرعة القرية، وبتروح لصاحبة المطعم تقول لها انها عايزة تأجر منها العيادة. هي كانت عرضت عليها في الأول انها تأجر لها مكان يعني بتاعها. فبتروح تشوف العيادة، وبعد كده بتقول لها طب عايزة بقى مكان اقعد فيه، يعني زي شقة او كده. فقالت لها خلاص هوديكي لسمسار عقارات، يعني هيوديكي تشوفي شقة، او العكس تقريبا. الاول دت لها الشقة وبعدين دت لها العيادة، انا مش فاكرة. المهم انه بتلاقي ان السمسار برضو هو تشيف هونج. في الاول كانت فاكره انهم بينصبوا عليها، لا وانتي ازاي صاحبه كل الاملاك دي، وازاي هو السمسار برضو وبيعمل كل حاجه. فقالت لا ما تستغربيش، يعني انا عندي املاك كتير في القريه. فبعد كده بتقابل تشيف هونج، فبنشوف انها بتقابله يجي 50 مرة في اول كام يوم ليها، اول يومين ليها في جونجن. لما بتستقر هناك، اول اكشن كده يا جماعه الناس بيقابلوها بقى، طبعا واحده بتنقل جديد، كله بقى بيسالها انت مين وجايه تعملي ايه. بترد بتقل جدا على الناس، بتعاملهم مش احسن حاجه، يعني مش بقلة ادب بس بحدود كده، عارفين اللي هو مقصروا.
الناس بيستغربوا يعني مين دي وجاية تعمل ايه. بيبدأوا يحاولوا يعني يخلوها تنخرط في المجتمع بتاعهم. مثلا بيقولها تعالي عاملين اجتماع لأصحاب المكاتب أو أصحاب المحلات. بالأول بتبقى مش عايزة تروح، ولكن الست صاحبة المطعم بتقنعها انها تيجي الاجتماع ده عشان كمان تروج للعيادة بتاعتها. الناس تعرفها منين يعني؟ لازم تيجي وتشوف الناس وتقابلهم وتعرفهم عليها. وهناك لما بتروح الاجتماع ده او الحفلة دي بتقابل كل الناس فعلا، وبتنتقدهم جدا في اسلوب كلامهم ولبسهم، ومش عاجبها فيهم اي حاجة. بنشوف ان هي جادجمنتال جدا، عمالة تعلق يعني بينها وبين نفسها على كل كلامهم. وبيحصل موقف لا تحسد عليه لما بتكلم صاحبتها ميسون على التليفون وبتشتكي لها من صاحب الكافيه ده اللي هو صاحب الأغنية الشهيرة، وعمال تقول لها ده مش عارف عمال يكلمني ويرغي وأغنية أصلا وحشة وقهوته وحشة، شتمت فيه جامد يعني. والمفاجأة إن كل القرية سمعت المكالمة بتاعتها، لأنها بالصدفة يعني كان في سبيكر جنبها. من هنا بيبدأ أهل القرية بقى إيه، ياخدوا منها جنب كده وما يتعاملوش معاها. فأما بتفتح العيادة محدش بيجيلها، يعني اللي هو فتحت العيادة ومالها ما جالهاش ولا مريض ولا حد هوب ناحيتها. فبنشوف كمان ميسون راحت لها عشان تساعدها، وهي أصلا ممرضة، فراحت لها تشتغل معاها وبتعترف لها بالمصيبة اللي هي عملتها، وانه ليه محدش بيجي العيادة عشان هي اتكلمت عليهم وحش وكلهم سمعوها ومحدش طايقها. فقالت لها طب انتي بقى لازم تصلحي الموقف بسرعة، يعني وزعي عليهم حاجات حلوة او اعزميهم على حاجة عشان ينسوا الموقف ده. بالفعل بتعمل كده، بس هما مش بيهتموا، لان حتى الحاجة اللي هي وزعت عليهم دي هي شارياها مش عاملاها بايديها، فبرضه حسوا بقلة تقدير من ناحيتها. لحد ما تشيف هونج بيقرر يساعدها، وهنا بتبدأ علاقتها بتشيف هونج. بيقرر يساعدها وبتصعب عليه لما بتبقى بتحاول مع الناس ومحدش مديها وش، فبيبعت لها رسالة ويقول لها تيجي اجتماع برضو تاني كده عاملينه. ولما بتروح بتتفاجئ ان هو مدبسها في عزومة وعزم كل الناس على حسابها. بس الحركة دي بتخليهم شوية يعني يبدأوا يحبوها أو يتقبلوها. ولكن بتفضل الجدة اسمها جامري تقريبا، بتفضل واخدة منها موقف ومش طيقاها أو مش حاسة ان هي يعني تستاهل المعروف. فبتاخد منها جنب جامد جدا ومش عايزة تكلمها. لحد ما في يوم من الأيام تشيف هونج بيجيب لها الجدة كانت بتشتكي جامد من سنانها، وبيجيبها غصب عنها يعني حرفيا بيدخل عادة وهو شايلها. وهناك لما بتكشف عليها هيجين وبتعرض عليها خطة العلاج، بتلاقي ان الجدة مش عايزة تتعالج، وبتقول لها خلاص اخلعي الضرس وخلاص. فبتتعصب عليها جدا ان هو ازاي انتي مستهترة بصحتك، وازاي انتي بتتكلمي كده، ولازم تعملي زرعة مش عارف ايه. برضو زودت الطين بلة وكلمتها بأسلوب برضو متعجرف وأسلوب فيه تعالي. فالست مشيت وهي متضايقة منها الزيادة، وتشيف هونج لمها على أسلوبها السيء مع الست الكبيرة، وهي لحد الآن مش شايفة أنها غلطانة في حاجة، يعني أنا بتكلم لمصلحتها. بس طبعا أسلوبها ده ما ينفعش خالص مع ست زي دي ومع أهل القرية كلهم، يعني هم ودودين جدا، والأسلوب الناشف ده مش هيتعاملوا معاه، يعني مش هيتعاطوا معاه. فبنشوف ازاي صلحت علاقتها مع الجدة لما بتروح لها وبتقول لها انا هعمل لك خصم على التركيبة او الزرعة. وفعلا الجدة هنا بتبدأ يعني تحبها شوية شوية لما بتلاقي منها جانب طيب او جانب انساني. هي طبعا كنت بتكون متفقة مع تشيف هونج، بيروح لها ويقول لها انا هديكي الفلوس وانتي قولي لها ان انتي تعملي لها خصم. تشيف هونج انسان لطيف جدا، وحتى رغم ان هي متعجرفة وبتعامل الناس كلهم وحش، هو بيحاول يساعدها انها يعني تنخرط في البيئة وتبقى كده مع الناس كده لطيفة وظريفة ويحبوها. في كمان موقف كمان بيحصل لما بيروحوا سول بالعربية. بنشوف ان هيجين بتجيلها عزومة على فرح واحدة من صحباتها بتوع الجامعة، وهي بتبقى عايزة تروح عشان تثبت لهم ان هي ناجحة وان هي يعني مستقرت وعملت بيزنس كويس في القرية دي.
لان طبعا هي كانت معروفه ايام الجامعه ان هي فقيره وحالتها كانت صعبه وكده في الجامعه، فعايزه تروح تثبت لهم ان هي بقت حالها كويس يعني. بتبقى عماله تبذل مجهود خرافي في انها تلبس لبس حلو ولبس شيك، وجابت طلبت 50 اوردر من امازون، ومين اللي بيوصلهم برضو؟ تشيف هونج. وكان مستغرب يعني ايه يا بنتي كل الاوردرات دي بتعملي بيهم ايه يعني، انت وراكي ايه؟ فقالت له انا عندي فرح مهم ومش عارف ايه ولازم البس كويس. المهم انها راحت الفرح يا جماعه بطقم غريب وعجيب يقرف يعني، كانت لابسه بنطلون وتيشيرت وشميز ومدخله. انت رايحه انترفيو يا حبيبتي، ده مش منظر واحده رايحه فرح. المهم بيجي الموقف لطيف جدا جدا وضحكني جدا، لما بتبقى رايحه سول وبيظهر لها تشيف هونج على الباب بيقول لها انا جاي معاكي سول عندي مشوار، ومعايا الثلاث جدات الاصدقاء دول رايحين معرفش يعملوا ايه، يكشفوا ولا رايحين يعملوا ايه مش فاكره. فهي جين بتحس انها اتدبست، اللي هو ايه ده، هو مين قالك ان انا موافقه يعني، انت مجنون. بتضطر تاخدهم معاها وبيطلعوا في الرود تريب دي، بيبداوا بقى ياكلوا في العربيه ويوقعوا، هي بقى بتبقى حاطه اشتراطات ما حدش ياكل، ما توقعوش في الارض مش عارف ايه. فبيبداوا ياكلوا في العربيه وبهدلوا الدنيا، وبيزيد الطين بله لما بيجي واحد بعربيه سريع جدا من جنبها وبتفرمل فجاه فالاكل بيقع في العربيه والدنيا بتبوظ زياده. وبس المشهد ده كان فيه حته حلوه قوي، لما قامت رد فعل تلقائي كده، قامت مادة ايديها اللي هي اليمين دي على تشيف هونج يعني بتمسكه عشان ما يتخبطش. يا كانت حلوة قوي بجد يعني، فراشات بقى كده. بنلاحظ على فكرة انه بدأ بينهم التنشن، يعني بدأ بينهم ايه، بدأت تكراش عليه شوية او بدأت يعني تعجب بيه مش عارفة. من بعد زيارة سول دي بدأ في حاجة كمان بيضايقوها جدا في السكة، انه كل شوية عايزين يدخلوا الحمام، كل شوية تقف عشان يخشوا الحمام، كل شوية عايزين ينزلوا الحمام. فكل واحدة بقى يعني كل واحدة تاخد دورها. فوقفت كتير جدا في السكة وهو يقول لها بقى معلش يعني استحملي، دول ستات كبار يعني هتعملي معاهم ايه يعني، لازم هنقف. كان ضحكني جدا الصراحة الموقف ده. وبنشوف في سول بقى حاجة في كده، شيف هونج وراه سر، بيحصل له حاجة يعني، هو بيحلم أحلام غريبة. وبنشوفه في سول قاعد مع ثيرابيست وبيتكلموا الكلام مش واضح انه في مشكلة، انه بيسألوا على حاجة، بيسألوا على الأحلام مع الكوابيس دي بيحس بإيه مش عارف إيه، ولكن ما قالوش ولا حكم هو إيه مشكلته. لسه هنعرف بقى قدام إيه مشكلته، بس دلوقتي مش عم قالوش. فالمهم الحمد لله خلصوا اللي بيعملوه في سول ورجعوا. وبالصدفة واحدة من أصحابها بتوع الجامعة بتصور لها صورة مع تشيف هونج، وهي في الأول بتبقى عايز تنكر إنها تعرفه، ولكن بعد كده لما بتلاقي إن صحابها بيقولوا إنه ده شكله حلو، ده مش عارف إيه، ده مين، ده تعرفه منين، فبتصيع عليهم وبتقول لهم إنه واحد كده بيحبها وبتلزق فيها ومش عارف إيه وبيروح وراها في كل مكان. ولكن الحقيقة ان هي بتبدأ بقى تشوفه بعين تانية من اللحظة دي، يعني بتبدأ تهتم بيه او يعني تهتم بحكايته ولا ايه موضوعه. بعدين بتشوف انه في مرة كانت الكهرباء قطعة، مش عارف في مشكلة عندها في الكهرباء، فبتكلمه عشان يجي يشوف الكهرباء وفعلا بيصلحها لها. والمفاجأة انه بيلاقي الجزمة بتاعتها التانية، الفردة التانية وهو بيصطاد وبيحطها لها في الدولاب. فلما بتخش جوه البيت بعد ما بيصلح لها الكهرباء وبتشوف الجزمة في الدولاب، بتطلع يا جماعة فرحانة جدا، ويعني بترقص من الفرحة حرفيا على الباب. وهو بيشوفها مبسوطة فبيبقى مبسوط ان هي مبسوطة، عارفين انتوا يعني. بيبدأ بقى بينهم اللي هو طب انت اصلا بتعمل كده ليه يا معلم، في ايه بالظبط يعني. فبتبدأ علاقتهم من هنا، وبيبدأ سلسلة بقى مواقف وأحداث. ويعني أنا هحكي لكم دلوقتي أهم المشاهد اللي أنا من وجهة نظري يعني هي اللي بدأت بقى الكراش بينهم ده أو الإعجاب بينهم. عندنا مشهد لما جه العيادة متحرش أو شخص كده ويرد، كان بيتحرش بميسون صاحبتها، وهي بتخش الأوضة وبتشوفه بيعمل كده، فبسرعة بتتخانق معاه وبتضربه، وبتحصل مشكلة كبيرة جدا في العيادة. بيهددهم ان هو هيتهمهم هم ان هم تعدوا عليه، وان هو كمان بجاحة رهيبة ان هو ما عملش حاجة، وان هي عاجبها اللي هي ميسون عاجبها ده اصلا وما اعترضتش، وقلة ادب بقى.
اليوم ده بيكون شيف هونج اجازة، وهو معروف جدا في القرية ان لما يكون اجازة لو ايه بيحصل مش هيساعد حد ومش هيشتغل في اليوم ده، لان اليوم ده بيكون في اجازة وبيروح يمارس هوايته في السيرفينج وملوش دعوة بأي حاجة بتحصل في القرية. ولكن لما بيعرف ان في مشكلة في عيادة الدكتورة يون، بيجري يا جماعة. مشهد بقى وهو طالع من البحر، بيجري من البحر من على الشط لحد العيادة بلبسه اللي هو اللبس السيرفنج ده، البدلة دي. بيجري على العيادة وبيضرب الراجل ده المتحرش ده على الأرض، بيوقعه على الأرض، وبيجري على هيجين وبيسألها انت كويسة، فيكي حاجة؟ بقى فراشات بقى فراشات بجد، فيري كيوت. بيلاقيها كويسة فخلاص بيريح. بيجي بعد كده الشرطة وبتاخدهم كلهم على الاسم. الولد ده المتحرش ده ما بيروحش الاسم، شيء غريب جدا، بيروح المستشفى. وحتى هي جيم بتقول يعني انتوا ليه حابسيننا احنا؟ يعني هو تعدى علينا، احنا كنا بندافع عن نفسنا، بس ده مش مثبت. ولكن بعد كده بيجيبوا موبايله وبيشوفوا ان هو كان بيصور ميسون وكان فعلا بيتحرش بيها. وهنا بيروح تشيف هونج بقى يضربه بجد بقى في المستشفى، وبياخدوه يحبسوه الكلام ده كله. كان في برضه موقف لطيف جدا بينها وبين صاحبتها في الاسم بتاع القرية، لما بيقعدوا يعيطوا وتقول لها سامحيني انا سبتك وما خدتش واخده بالي انه بيتحرش بيكي، ودي تقول لها لا ما تزعليش مني، انا السبب اللي سجنتك، انا عملت لك مشكله في العياده ومش عارف ايه. وقاعدين يعيطوا من ورا القضبان كده، والباب اصلا مفتوح، يعني كل الاسم عادي يتفرج عليهم ويضحك عليهم ويقول لهم مالكم يا جماعه، ما الباب مفتوح، هم مش مسجونه ولا حاجه، ما فيش حاجه يعني. كان لطيف جدا وضحكني جدا المشهد ده. بعد موقف المتحرش ده بتروح هيجين عشان تشكره في بيته. بتكون جايبه له زي معرفش ويسكي ولا اي حاجه كده يعني، وبيكون غالي جدا، فبتروح تديهوله وبتصر انها تقعد تشربه معاه. طب يا بنتي جبتيه ليه؟ طيب يعني ما كنت جيبي كيس فاكهه وخلاص. بتصر ان هي تدوق من المشروب ده اللي انا معرفش عارفه عباره عن ايه بالظبط، وبتسكر يعني دماغها طلعت خفيفة وبتسكر. واليوم ده بتقعد تصحى تاني يوم مش فاكرة أي حاجة، بس احنا بنعرف إن هي هببت الدنيا في الليلة دي، وبهدلت الراجل ده معاها وسكرت جامد وقعدت تغني في الشارع، وفي الآخر يعني خدها واضطرت إنها تبات عنده. فتاني يوم بتصحى مش فاكرة طبعا أي حاجة، هي نايمة على الكنبة ولا على الأرض مش فاكرة، وبتصحى مش فاكرة أي حاجة، إيه اللي حصل مش فاكرة حاجة. فبتطلع تتسحب من بيته، مش عايزة حد يشوفها إنها كانت بايتة عنده. ولكن حظها السيء بيقع في إن نامسوك بتشوفها وهي طالعة من عنده. ويا جماعة قبل ما بتروح بيتها بيكون الخبر انتشر في القرية كلها، كل الناس عرفت إنها كانت بايتة عند تشيف هونج، لدرجة إن هي دخلت البيت صاحبتها قالت لها إيه اللي حصل بقى احكي لي. يخرب بيت انت لحقتي تعرفي ان انا لسه جايه من السكه. فطبعا هي عرفت من الواتساب ولا الموبايل لما الخبر انتشر بين السكان كلهم، وعاملين بقى ينموا على ان هم مش عارف ايه اللي حصل بينهم، طب نامت عنده ازاي، مش عارف ايه. كمان بيقعدوا يقولوا ان تشيف هونج يعني ايه كتير عليها، يعني هم شايفين انه هو احسن منها. ودي حاجة غريبة يعني بالنسبة لهيجن، هي أصلا بتقول لها لا لا مستحيل حد يصدق الإشاعة دي، أنا أصلا يعني أحسن منه بكتير قوي، يعني ما كانتي هو بيعمل ايه يعني ولا بيشتغل ايه، أنا دكتورة وأنا وكده. فميسون قالت لها غريب، يعني المشكلة إن كل أهالي القرية شايفين إن هو اللي كتير عليكي، يعني تعرفي إن هو متخرج من الجامعة واشتغل في سول وكان عنده شركة ومتخرج من الهندسة، وجامعة سيول الوطنية ديت يعني حاجة تقيلة يعني مش أي جامعة. فهنا بتندهش هيجين اللي هو ازاي يعني هو متخرج من الجامعة وكمان من الهندسة واشتغل في سول اوريدي، طب ايه اللي مقعده هنا، ايه اللي مقعده في جونجن، يعني بيعمل ايه وبتضيع وقته هنا ليه؟ في الوقت في الحتة دي في المسلسل بيظهر عندنا انه جونجن فيها 3 ألغاز. 3 ألغاز محيرين كل السكان. أول لغز تشيف هونج لما اختفى 5 سنين كان بيعمل ايه؟ هو اختفى بعد التخرج 5 سنين، ولما رجع ما قالهمش هو كان فين ولا بيعمل ايه، فهم مش عارفين ال5 سنين دول كان ايه اللي حاصل فيهم بالظبط. تاني لغز
العمدة ومراته اللي هي صاحبة المطعم المأكولات البحرية دي ايه سبب طلاقهم. محدش عارف ايه سبب طلاقهم. هما فجأة بدون اي مقدمات اتطلقوا وما كانش بينهم اي مشاكل. تالت لغز، مين اللي كسب اللوتري؟ في حد كسب بطاقة اليانصيب دي او اللوتري، رقم ضخم جدا. مين كسبهم؟ محدش يعرف. هو حد من اهالي جونجن، ولكن هو مش معروف لانه ما فيش اي حد ظهر عليه علامات يعني ثراء ولا حاجة. فدول 3 ألغاز اللي في جونجن. واحدة منهم كمان تخص تشيف هونج، ودي اللي كانت تشغل هيجن. هو كان بيعمل ايه وكان فين ال5 سنين دي؟ فضل السؤال ده معلق طول المسلسل، مش عارفين لحد الآخر. بنبدأ بقى نشوف اهتمام حقيقي من هيجن ناحية شيف هونج. عايز تعرف عنه اكتر، عايز تعرف ايه موضوع الهندسة ده وليه ما اشتغلش وليه قاعد في جونجن وليه ما بيطلعش يعمل كارير. هي معجبة بيه كشخص، بس في نفس الوقت في حاجة من جواها منعاها. يعني لما تيجي تفكر بعقلها، لا انا مش هينفع ارتبط بالانسان ده، اصله ما عندوش كارير، اصله ما بيشتغلش، اصله هو بيعمل ايه، ده مضيع وقته، ده ما بيعملش حاجة عدلة. يعني فاهمين قصدي؟ بمعاييرها هي مش ناوية تطول في القرية دي. فالمهم في مرة كده كانت رايحة تعمل عرض تعليمي كده في المدرسة، مش عارف ايه. كان المفروض تروح مع ميسون كانت تعبانة، معرفش كانت واكلة ايه ولا كانت سكرانة. المهم يعني ان هي زبطت لها هتروح مع تشيف هونج. فخلاص ماشي يلا روح معاه، امري لله. راحت معاه، خلصوا العرض بتاعهم وبعدها راحوا ياكلوا في محل السمك ده. وهناك بدأت تكلمه بقى وتسأله وتتأكد ان هو فعلا خريج هندسة، وقعدت تسأله كام سؤال كده يعني عمليات حسابية ومش عارف ايه. وقعدوا مالوا الترابيزة كتابة وشخبطة، وهو كان بيضحك ومبسوط، اللي هو يعني انت عايزين اثبت لك؟ طب اوكي هثبت لك. وبنشوف ان هو فعلا اوكي، هو فعلا ذكي وفعلا متعلم ومعاه شهاده وكل الكلام ده. وبرضه احنا كمشاهدين بيفضل عندنا التساؤل ده، هو ليه كده، ليه اختار الطريق ده لحياته يعني. بعدها بيجي المشهد لما كان في مطره ومشيوا، كانت عايزه عشان ما كانش معاها شمسيه، وقال لها فكك يعني تعالي نجري تحت المطره وخلاص. وهنا بتبقى هي شويه متحفظه في الاول ومش عايزه تتبل وهدومها تتبل وشعرها يتبل. فبيقول لها لا يعني اتبسطي بالمطر وعادي، يعني شويه مطره مش هيحصل حاجه. والمشهد بتاعهم يا جماعه وهما بيجروا كده على البحر وبيلعبوا بالميه بجد تحفه تحفه تحفه. كمان كانت لابسه فستان بينك كده كان خطير. وفي اللحظه دي بتكتشف المصيبه اللي هي عاملاها، ان هي بسته وهي كانت لما كانت سكرانه في بيته. بتتصدم شوية وبتسأله تاني حصل حاجة بينا، وما بينكر انه ما حصلش حاجة. فبتتضايق اكتر وبتسيبه وتمشي. بتاني يوم بقى بنبدأ نشوف ان هي عمالة تتجنبه يعني هي بس وهي سكرانة، وهو مش عايز يقول او بينكر اللي حصل وما قالهاش اصلا. تاني يوم وتعامل معاها عادي. فده كان عامل لها في دماغها ايرور، يعني طب ايه يعني ايه عادي، ويعني ايه بينكر، وخلاص انا هتجنبه مش هتعامل معاه تاني، وقعدت تبعد عنه. فلما عملت كده هو ادرك اوكي دي بقى شكلها افتكرت اكيد كده افتكرت اللي حصل وهي سكرانه. تفضل كده شوية لحد ما بيجي مشهد الحفل ده أو العرض المواهب اللي كان عندهم في القرية، وبتغني معاه أو بيعملوا استعراض عشان جوري كانت مصابة في رجليها. المهم يعني دي سايد ستوري. فبيرجعوا يتكلموا تاني مع بعض. هي كانت طول الوقت مكسوفة منه، مش عايزة تبص في عينه، مش عايزة تبص في وشه، وتتجنب انها تقابله. على عكس قبل كده من ساعة موقف السكر ده كانت عمالة تحاول تقابله كل يوم وتروح الكافيه عشان يعمل لها قهوة. فكانت هي منجذبة ليه طول الوقت. بعد موقف الشو ده بتاع المواهب بيروحوا عند المارينا كده يمشوا وبيشوفوا ألعاب نارية كده. وبيحصل هنا يا جماعة مشهد بقى دخول الطرف الثالث. فجأة من العدم بيظهر المخرج جي، بيظهر وكان تشيف هونج كان هيقع وهو بيمسكه. فلما مسكه وشافته هيجين عرفته على طول وسلمت عليه وبتاع. فصاحبنا معلق بقى كده في العصور، فبيقول لهم ممكن ترفعوني وممكن تطلعوني وبعدين تبقوا تتكلموا مع بعض تشوفوا ايه موضوعكم. فبنتفاجئ ان هما الثلاثة عارفين بعض بشكل مختلف. يعني هي جين عارفة المخرج، والمخرج عارف تشيف هونج، وتشيف هونج عارفه. المثلث ده كده عارف بعضه بطريقة غريبة. فمن هنا بيبدأ بقى الغيرة، غيرة تشيف هونج على هيجين، وغيرة برضو المخرج على هيجين من تشيف هونج. بيبدأوا بقى مجموعة مشاهد بينهم بتأكد المشاعر الموجودة.
علاقة هيجين كانت مميزة جدا مع سونج أيام الجامعة. كان بيساعدها، كان بيهتم بيها لما كانوا بيتنمروا عليها و بنشوف إنها كانت مصاحبة واحد كده في الجامعة، وكان بيتريق على لبسها من وراها وهي سمعتهم. ساعتها سونج كان معاهم في الجامعة ويعني ساعدها أو وقف جنبها، والحقيقة إنه كان بيحبها من ساعتها، بس ما كانش عنده الشجاعة إنه يقول لها، أو ما جاتلوش فرصة. يمكن صاحبتها ميسون كانت بتقول لها إن هو بيحبك، بس هو ما قالش إن هو معجب بيها، فخلاص فالموضوع مات، يعني مات من سنين. فجه دلوقتي المخرج يعني يتدارك الخطأ بتاع زمان ويقول لها. فبيشوف ان هيجين في حتة تانية مهتمة جدا بتشيف هونج، وبيروحوا مع بعض 3. هو كان هيروح عنده البيت، فهي رشقت معاهم. ما تفهمش ليه يا جماعة، ليه يا بنتي رحتي معاهم؟ مش فاهمة. هي مش عايزة تسيبهم الاتنين دول مع بعض، عايزة تقعد وسط يوم حشورة. المهم راحت معاهم هناك وقعدوا يهزروا ويضحكوا ويلعبوا ومعرفش ايه. تشيف هونج بقى هنا بدأ يلاحظ انه المخرج سونج عارف هيجين قوي، عارف عنها حاجات كتير هو ما يعرفهاش لانه عارفها من ايام الجامعه. فبيبدا شويه ايه يعني، لا يغير بقى، او يبقى يعني عايز يهتم اكتر بهيجين او يعرف عنها اكتر. فالمهم انهم ال3 بيتنيلوا يسكروا وبيناموا، وبتنام للمره التانية عنده في البيت. مش عارفه ايه حكايتك يا بنتي. بيجي بعد كده كان تشيف هونج معرفش تعب من ايه ولا جاله ايه، مش فاكره. في مشهد كده كان تعبان فيه، وهي راحت تعمل له اكل وسابته له في المطبخ. المهم انها عملت له شوربه او اكله ما وسابتها له ومشيت. طبعا مش عايزه اقول لكم كان طعمها يقرف، ما بتعرفش تطبخ، وبهدلت المطبخ وعكت الدنيا عند الراجل. لما صحي من النوم وجي يشرب الشوربه ما قدرش يكملها، كانت مالحه جدا تقريبا، مش فاكره. ولكن هي كانت سايبه له نوت كده انه يكملها كلها عشان يبقى يعني يرجع لصحته، فاضطر يكملها عشان بس هي كتبت النوت دي. تصدق تصدق فكان واضح يا جماعة، كان واضح ان هو كمان بدأ يحبها. بعد كده بيجي عندنا موقف تاني. كان في إشاعة بتقول إنه في راجل غريب في القرية عمال يسرق حاجات وملابس داخلية ولبس الستات وحاجات كده. فكانت مرة مروحة من بيتها، مروحة العيادة لبيتها، وكان الجو ضلمة بالليل، وتشيف هونج كان بيعمل دورية عادي يعني زي كل يوم، يطمن يعني على الناس. لما عرفوا إن في ستوكر ده أو الشخص الغريب ده، فجأة هيجين بتحس ان حد ماشي وراها، فبتطلع تجري بسرعة وموبايلها بيقع منها. ولما بتشوف تشيف هونج معدي بالكشاف بتجري عليه يا جماعة، وبتديله بقى حتة حضن مطارات بقى. كانت خايفة جدا، حد بيجري وراها وفي إشاعات منتشرة فخافت، وهي حضنته، هو حضنها ما قالهاش لا، يعني رحب بيها. فدي كانت برضو شرارة، اللي هو في حاجة يا جماعة، في حاجة، اعترفوا في حاجة بتحصل. عايزة افتكرت حاجة دلوقتي، لما عملت له الأكل لما كان تعبان سابته وهو نايم، يعني كان نام عبال ما خلصت الأكل اللي كانت بتعمله ده. فوهي ماشية كانت قربت عليه وكانت هتبوسه وهو نايم، وبعدين فقت بسرعة ايه الهبل ده، اللي انا بعمله ده، قعدت تضرب دماغها وتمشي. بجد مسخرة. في بعض المشاهد بجد اللي كسفتني انا شخصيا وانا قاعده بتفرج، يعني اللي هو بتعملي ايه يخرب بيتك. المهم ده كان من ضمن المشاهد افتكرتها كده فجأة. نرجع تاني لقصة الحضن. لما حضنته وحضنها في لحظة صمت كده، اللي هو ايه اللي بيحصل بقى. وبعدين ظهر الراجل ده اللي كان ماشي وراها، ما طلعش متعقب ولا حاجة، طلع راجل عادي معدي يعني، بس هي كانت قلقانة من الأخبار. روحت بيتها وهو روح بيته وسكتوا، محدش قال حاجة. تاني يوم بيجي برضو مشهد تاني بتاع أبوها ومراته جم يسلموا عليها ولا جم يشوفوا أحوالها معرفش. فبيروحوا بيتها وفجأة بيطلع تشيف هونج من عندها من البيت. حتى هي ما كانتش عارفة، هي اتفاجئت ان هو في البيت اصلا. انت بتعمل ايه هنا اصلا؟ فاتاري هو كان جاي يصلح حاجة في الغسالة في السباكة، مش عارفة ميسون كانت طلبته عشان في مشكلة في السباكة. هما الاتنين اتفاجئوا، وهي نفسها بقتش عارفة تقول الا ابوها مين ده بيعمل ايه هنا. هو اصلا خبر حضنهم ده كان منتشر في القرية، الناس كلها كانت بتتكلم عن الموضوع. فراح قال لها هو ده الراجل اللي انت حضنتيه بالليل، حضنتيه امبارح. انت بتعمل ايه هنا، انت مين؟ فهو اتلخبط كده، معرفش يقول له ايه، يقول لها يقول للراجل ايه. هو الراجل اصلا افترض ان هم بيتواعدوا، وهم اكدوا الموضوع، قالوا له احنا مع بعض.
الراجل اتصدم، مين ده يا بنتي وما قلتليش؟ قالت له بقى ما لحقتش اقول لكم ومش عارف ايه. المهم انهم في ثواني بعتوا رساله لكل القريه انهم ايه يمثلوا ان هما الاتنين مع بعض او في بينهم حاجه. فراحوا ياكلوا سمك مش عارف ايه. الناس كلها اصلا بصوا بقى تمثيل فاشل من كل اهالي القريه ان هما مع بعض، حتى يعني ابوها قفش ان في حاجه غلط، يعني مش معقول. فبيمشي ابوها والمشهد ده بيعدي، وبيحصل الموقف بقى بتاع المتعاقب ده او الشخص الغريب ده. بيدخل عندها البيت. كانت ميسون كانت عند مامتها في سول، كانت بتعمل عملية، فكانت هي جين لوحدها في البيت. والراجل الغريب ده دخل وراها البيت، وكان يعني معاه سكينة، وكان معرفش كان عايز منها ايه. انا مش عارفة بجد كان عايز منها ايه، حاجة غريبة. هو الفايدة الوحيدة بتاعت الشخصية دي لما ظهرت انه هي تشيف هونج يجي وينقذها وعلاقتهم تتطور اكتر. في اللحظة دي بيدخل تشيف هونج وبيضربه وبيروح كده يطمن عليها، وهو واقف قدامها ماسكها بيطمن عليها. بيجي الشخص ده وبيضربه في كتفه بالسكينة، وبيفضلوا يضربوا في بعض شوية لحد ما بتيجي الشرطة وبتاخدهم على المستشفى. في المستشفى بتكون هيجين بتكون متماسكة لحد ما بيخيطوا له الجرح بتاعه وبتطمن عليه ان هو كويس. فلما بيبدأ يسألها انت كويسة، انت فيكي حاجة يعني؟ فبتقول له انا كويسة. يعني انت ازاي تعمل كده؟ ازاي ترمي نفسك على واحد ماسك سكينة؟ فهنا هيجين يا عيني بتبدأ تعيط وبتنهار. هي كانت متماسكة بس الموقف أكبر منها، مش قادرة تستحمل أكتر من كده، وبدأت تعيط. كان في بينهم المومنت كده، فجأة ظهر مين؟ ظهر المخرج وقطع عليهم اللحظة بتاعتهم دي. ولما شافهم كده مع بعض، هو الأول كان فعلا خايف عليهم وعايز يطمن ايه اللي حصل، لأنه راح لها البيت لقى الدنيا مقلوبة والشرطة في البيت وبتاع، فكان خايف عليهم بجد. ولما راح هناك يعني لقى هيجين كويسة، فشكر تشيف هونج على يعني اللي عمله معاها ومشي. وهنا تأكد بقى انه في حاجة بينهم، وبيطلع من عندهم وهو خلاص متأكد انه مفيش له اي فرصة معاها، خلاص كده قضيت. ولكن هو في لآخر لحظة بيصر ان هو يقول لها ويعترف لها عشان خلاص يعني يقفل الشابتر ده من حياته. بيجي مشهد بعد كده تاني يوم، او مش تاني يوم، في نفس اليوم بتروح تبات عنده يا جماعة للمرة التالتة. مش عارفة في ايه بجد، في ايه؟ ما خلاص خلصونا بقى. ما بيتها طبعا في مسرح جريمة دلوقتي، فبتروح تبات عنده للمرة التالتة. بيديها لبس من عنده بتبقى غرقانة فيه حرفيا. وبعدين مش عارفة جسمها رجليها بتتشنج، معرفش ايه اللي بيحصل. بيعمل لها فوت مساج وبيقعدوا يتكلموا مش عارف ايه. يا جماعة في ايه يا جماعة؟ الأجواء كلها مناسبة، اعترفوا خلصونا. ما بيعترفوش برضو. المهم بتنام عنده الليلة دي، وبنشوف ان هي في مشهد برضو كيوت جدا، بتبقى مش عارفة تنام وبيقرا لها الشعر لحد ما تنام. كيوت. بعدين بتنام على الكنبة وهو بينام جنبها على الأرض عشان تفضل مطمنة، لأنها كانت خايفة تنام في الأوضة لوحدها. بعد كده تاني يوم الصبح بتبقى هي عارفة ان ده تاني يوم ده ذكرى وفاة جده. وبيكون في اليوم ده يا جماعة، في الليلة دي بيكون هو حكى لها حكاية بقى جده، وانه ازاي مات، وان هو كان بيلعب كورة ولما رجع البيت لقى جده توفى يعني بسكتة قلبية. ومن ساعتها هو كره الكورة وبطل يلعب كورة، عشان كان عنده دايما احساس بالذنب انه لو ما كانش راح يتفرج على الماتش كان انقذ جده او كان قدر يساعده. فبنشوف هي جين هنا بتقول له يعني ما تشيلش ده في قلبك، يعني الموضوع مش في ايدك، يعني حتى لو كنت موجود ما كنتش تعرف تعمل حاجة، وانه موته مش ذنبك خالص يعني. بيبان هنا بقى يا جماعة لمحة كده من شخصية تشيف هونج، ان هو بياخد كل حاجة على نفسه، ان هو السبب، يعني هو اللي قتل اهله وهو اللي قتل جده. ونشوف بعد كده كمان موضوع صاحبه، وانه شايل الذنب ده طول حياته في رقبته، وان هو جواه حاسس ان هو قاتل. تو ماتش يعني اعباء عليه يعني، وشايلها لوحده كل السنين دي ومش بيطلعها يعني. فدي كانت الحته برضو حلوه. المهم تاني يوم بقى بيكون ذكرى وفاه جده، وهي بقى بتروح بقى ايه بقى فاكره ان هي لوحدها بقى اللي هتبقى جنبه بقى في اليوم ده وما اعرفش ايه. بتتفاجئ ان كل الناس رايحه وكل القريه اصلا عارفه اليوم ده، وكلهم بيبقوا معاه وبيعملوا اكل وبياكلوا سوا وي وي وي. فبتحس ان هو يعني مش الست مش عارفة تاخد لها يعني كده شوية مع راجل لوحديهم، يعني مش عارفة في ايه، كل ما تبقى معاه لوحدها يحصل حاجة.
فالمهم بتخلص دي اللي كانوا عاملينها دي، معرفش اسمها ايه. وبعدين الناس بتمشي وهو بيقول لها يعني خليكي ناكل مع بعض الكابوريا. مش عارفه ايه موضوع الكابوريا، يا هم قالوه بس انا نسيت، مش فاكره. هو بيحبها تقريبا، جده كان بياكلها له حاجه كده. فمشهد الكابوريا ده يا جماعه كان عسل. قعد مرت وهي بتفصصها، بيطلع من الكابوريا لحمه منها صغنطوطه كده على وشه. فتقول له والله مش قصدي، وبعدين هو يشيلها يقول لها انت قاصده، وتقول له والله مش قصدي، هي اللي صعبه. فهي بتقشر له الكابوريا، فبتقول له دي صعبه جدا في تقشيرها، يعني عشان الواحد يقعد يقشرها لحد لازم يكون بيحبه قوي. فوقفوا كده لحظه صمت. هتعترفي ولا ايه؟ يلا قوليها. فهي اتوترت وهو اتوتر، مش عارفين يقولوا ايه. فقاموا مخلصين الاكل بسرعه، وقامت قايمه مروحه. وهي ماشيه في السكه عماله تضرب نفسها، انت غبيه بتقولي ايه، سحبتي من لسانك، مش عارف ايه. بتقابل في اليوم ده سونج، وبيعترف لها اخيرا بحبه. بيقول لها انا بحبك من المدرسه ولا من الجامعه، وي وي وي، والحكايه والقصه وي وي. وبيقول لها ما ترديش دلوقتي، يعني طبعا هو عارف الرد، بس قال لها يعني ايه، ما تقوليش حاجه، يعني انا بس حبيت اقول لك مشاعري وخلاص. بتمشي هيجن، بتروح عند ميسون وتقول لها تصدقي انت كان عندك حق، فعلا طلع بيحبني واعترف لي وقال لي ومش عارف ايه. ميسون بتقول لها ايه بقى، شفتي مش انا قلت لك؟ بس دلوقتي بقى هنعمل ايه، هتحبيه ولا هتحبي شيف هونج؟ فتاة اتخضت كده، اللي هو يعني ما تتلمي بقى يا ولية بقى، ما تتلمي بقى. تقول لها خلاص ده مضمون اكتر، شيف هونج ما اعترفلكيش، خدي اللي اعترف الاول. فسكتوا، وبعدين قالت لها تعالي نقضي يوم في سول، يعني نخرج مع بعض بنات بس، نعمل شوبينج ومش عارف ايه. وبتيجي هنا بقى لحظة ادراك، المشهد مهم جدا. لما هيجين بتكون مع ميسون في سول، وطول ما هي ماشيه بتفكر في تشيف هونج، طول ما هي ماشيه بتفكر ده الشميس ده هيليق عليه، اللي معرفش الشنطه دي تبقى حلوه عليه، مش شاغل بالها غير تشيف هونج. حتى لما راحوا اكلوا في مطعم اكلوا سمك، بتقول لها السمك هنا حلو قوي، قالت لها لا بس مش احلى من السمك اللي في جونجن، له طعم مميز فريش وطازه ومش عارف ايه. مخها هناك مش موجود. فهم طالعين من المكان ده، الدنيا كانت بتمطر، فجأة أدركت هيجين إن هي معجبة بيه، وإن هي لازم تقوله حالا، وإنه ذات ست، يعني أنا مش قادرة أسكت أكتر من كده. بتسيب صاحبتها وبتمشي. المشهد ده يا جماعة جميل جدا، لما بتمشي في المطر وبتبدأ بقى فلاش باكس لكل المواقف الحلوة دي اللي بينهم، بتتأكد من مشاعرها ناحيته 100%. خلاص هقوله، يعني هقوله. بتسيب صاحبتها وبتمشي. صاحبتها بتقول لها مجنونة انت رايحة فين، ماشية في المطر؟ قالت لها لازم اعمل حاجة مهمة دلوقتي، ولازم ارجع جونجن دلوقتي. بترجع القرية وصاحبتها بتقول اخيرا اخيرا ادركت مشاعرها. فبتروح هناك، وبيجي مشهد المنارة الأسطوري التحفة. بتروح البيت مش بتلاقيه، فبتلاقيه قاعد كده عند اللسان ده اللي عند المنارة. فبتجري هناك وتقول له أنا ما قدرتش استنى لحد بكرة، ولازم أقول لك على حاجة مهمة جدا دلوقتي. فإيه يا بنتي، إيه اللي حاصل؟ من أول كلمة مفيش كلام قبلها، أنا معجبة بيك، خلاص أنا معجبة بيك وانتهى الموضوع. وقعدت بقى تقول بعد كده انا مش فارق معايا الاختلافنا، مش فارق معايا ان انت بعيد جدا عن شخصيتي، وان احنا مختلفين في حاجات كتير، كل ده مش شاغل بالي. انا كل اللي شاغل بالي ان انا اقول لك مشاعري دي، لان خلاص يعني هي ملت قلبي، هتنفجر في اي لحظة، فلازم اقولها. فبيرد عليها الباشا التقيل، فبيرد عليها ويقول لها انا كمان معجب بيكي، وبيبوسها. بجد والله اتكسفت وانا بتفرج على المشهد ده. بيبوسها، وبيتفقوا ان هم يخلوا الموضوع شويه سر بينهم لحد ما هي تظبط موضوع المخرج وترد عليه. يعني طبعا هنا تشيف هونج بيغير شويه ويقول لها عادي، يعني يقولوا لي ان انت بتحبي حد تاني وخلاص وانتهت الموضوع. قالت له لا برضو انا لسه مش مستعده اواجه اهل القريه والكلام ده كله. بيحصل بعد كده موقف طريف جدا، مجموعة مواقف طريفة جدا، ان هم اصلا اهل القرية بيكونوا عارفين. وتاني يوم كل ما يبقوا مع بعض ويجي حد داخل، تقوم ضرباه، تقوم معرفش مدياله بوكس، تقوم مدياله بنية، مش عارف ايه. فبيقرروا اهل القرية انهم يبعدوا عن بعض. لا بصي بقى، احنا كل ما نشوفك تضربيه، ابعدي بقى عنه خالص، عشان انت كده خطر على حياته. طبعا بنعرف بعد كده ان دي خطة بينهم، هم مقررين يبعدوا عن بعض لحد ما يوحشوا بعض جدا، فيضطروا يقولوا لهم هو وين هو القصة دي. وده اللي بيحصل، بيفضلوا يوحشوا بعض جدا طول الوقت، مش عارفين يشوفوا بعض بسبب انه كل اهل القرية بيبعدوا عن بعض، بيشغلوهم في اماكن بعيدة عن بعض.
لحد ما بيتقابلوا، واول ما بيتقابلوا بيظهروا كل الاهل القريه وبيقولهم احنا عارفين وبطلوا تمثيل شويتين دول. ومن هنا بيبداوا بقى الديتنج ايرا بتاعتهم اللي مش بتطول قوي، بتقعد حبه، بتقعد حبه حلوين يعني، بس مش بتطول قوي لانه بيطلع بقى مشاكل كده على الوش. في كام مشهد لطيف لما عمل لها زي كامب كده صغير على البحر كده، وادالها بوكس. صحيح، قبل البوكس كانت عايزة تشتري سلسلة من سول، وكان هو معاها وكان عايز يجيبها لها، بس كانت غالية جدا، فلا لا مش هقدر اجيبها لك. وبعدين هي جابتها لنفسها، تمام. وكانت فاكرة انه زعلان منها بسبب الموقف ده، بس هو كان مشغول، كان بيعمل لها بوكس بالخشب بإيده عشان تحط فيه السلسلة. فيا حبيبتي هي عملت ايه؟ راحت بعت السلسلة، حست ان هي ايه، ان هي علت عليه يعني، جابت هدية هو مش قادر يجيبها، هو كان مشغول عشان بيعمل لها بوكس تحط فيه السلسلة. فكان موقف ظريف جدا لما قالت له بس انا بعت السلسله. لا، بعتيها ليه؟ انا عملت لك البوكس عشان تحطي فيه السلسله. قالت له لا مش مشكله، مش مشكله خلاص، انا عندي مجوهرات كتير جدا، عندي حاجات كتير جدا قيمه احطها فيه. بعد كده بنشوف برضو في مشاهد بينهم، بيعملوا حاجات. كانت هي جين عامله ليست طويله كده حاجات يعملوها الكابلز، زي كابل يوجا، ويتصوروا صور بلبس مدرسة وشوية حاجات كده يعني، بنا عبيطة بس يعني كانت قيمة بالنسبة لها، فهو عملها عشان خاطرها. وفي مشاهد كتير بقى هنا، يعني ايه بقى، احضان وتلزيق وحاجات كده، بس كانت لطيفة بصراحة كانت لطيفة كيوت، مش هقدر انكر. لحد ما في يوم اصحابها بيروحوا يزوروها في العيادة، وبتاخدهم الكافيه ده اللي هو بتاع المغني ده، وهناك بيقابلوا تشيف هونج. فهي بتبقى الأول متوترة كده، وبعدين هو بتلاقيه لابق جدا في الكلام، وبتبقى خايفة انه ما يعرفش يعني يواكب الكلام معاهم. بتلاقيه الدنيا ماشية معاه حلو جدا، واصحابها كمان بيعزموهم على يوم يلعبوا جولف وكده، وهي برضو بتبقى متوترة انه ما بيعرفش يلعب جولف، وبتتفاجئ برضو انه هو شاطر جدا وبيلعب كويس جدا. اصحابها حتى بيتساءلوا، يعني في تساؤل هنا، هو الراجل ده بيعمل ايه؟ يعني ايه اللي مقعده في قرية زي جونجن وهو عنده كل المهارات دي، سواء مهارات اجتماعية او مهارات في الشغل، او يعني بيعمل ايه بجد؟ فده برضو ولد تساؤل عندها، هو مخبي ايه؟ يعني في إن في الموضوع. وكان برضو يا جماعة التساؤل ده عندنا كمشاهدين، يعني احنا مش عارفين هو ايه اللي وراه. باين جدا في حاجة في الماضي بتاعه مش معلنة. كان في كمان فلاش باكس كتير من واحدة بتجيب له بدلة، ولما كان بيحكي لها عن جده بيقول لها انت تاني حد احكي له الحكاية دي، طب مين الأول؟ يعني في حاجة. أنا كنت مفكرة الصراحة انه كان بيحب واحدة وماتت مثلا أو حاجة، ولكن اتضح بعد ذلك حاجة تانية. المهم انه ظهور اصحابها ده بيخليها تفكر في الموضوع ده. وبعدين بيظهر موقف كده، يعني انا مش صراحة مش داخل دماغي خالص، لما مرات صاحبه دي اللي هي صاحبة سوبر ماركت بتولد، وقال يعني ما لقوش حد يولدها غير هيجين، وهي دكتورة سنان. يعني منين يا جماعة؟ هو في دكتورة سنان عمرها بتولد؟ او لا علاقة خالص بالقصة دي. يعني كان الاولى هاتوا الجدات العواجيز دول يولدوها، على الاقل دول ولدوا وهم مثلا في شبابهم في البيت، او ما كانش في ايامها مستشفيات، بس وجايبين واحدة دكتورة اسنان تولد، فكان موقف غريب. المهم يعني تقريبا ده كان كله عشان تروح تبات عنده في البيت المرة الرابعة. المهم ان البنت دي ولدت عندها في بيتها، فسابتها بقى في البيت هي والبيبي وجوزها والكلام ده كله، وراحت فين؟ طبعا في بيت شيف هونج. راحت تبات عنده للمرة الرابعة، والمرة دي بقى تاني يوم الصبح، أنا مش فاكرة بصراحة ليلتها حصل حاجة ولا، بس المهم يعني تاني يوم الصبح شافت بتقلب كده عنده في المكتبة، شافت صورة لأسرة كده، راجل وست وبيبي. فبتسأله مين دول، فانفعل عليها جدا واخد الصورة وقال لها تفتحي حاجة ديت ليه وملكيش دعوة وبتاع. فهنا بقى خلاص جابت اخرها. بص بقى، يعني انت مش واضح معايا، في حاجة مخبيها، انت عارف كل حاجة عني وعن الماضي بتاعي وعن اهلي وعن حياتي كلها. يعني هي كانت اوبن جدا معاه وحكى له عن كل حاجة، وهو حاطط حدود، يعني مخبي حاجة. هي خلاص يعني انا لازم اعرف، يعني لو انت مش مرتاح ان انت تقول لي يبقى احنا كده في مشكلة، يعني علاقتنا مش هتمشي، او انت ليه مش قادر تبقى على طبيعتك معايا، او تقول لي تحكي لي اللي مضايقك، او لو حاجة حاصلة معاك. سألته على فكرة مليون مرة وكان بيهرب من السؤال، وده كان مشككني اكتر، كان مجنني الصراحة.
بتمشي من عنده وهي بتعيط يا جماعة، مقهورة مش عارفة في ايه، والموضوع بيبوظ منها. وهي ماشية بتقابل الست صاحبة المطعم اللي هي متطلقة دي من العمدة، وبتقول لها انه معلش يعني استحملي، هو شخصيته كده مش بيحكي عن اللي حصل له، احنا ما نعرفش الخمس سنين اللي اختفاهم دولت كان فين. لو انت بالنسبة لك حاجة سهلة، انت شايفة انها حاجة سهل يتكلم عنها، ممكن تبقى عند حد تاني مش سهلة زي ما انت متخيلة، تبقى تقيلة جدا انه يتكلم فيها. فيعني الناس كلها مش زي بعض، اللي انت شايفاه عادي ممكن يبقى عنده هو مش عادي. يجي هنا مشهد غلس جدا لما بتقرر ان هي تقول له يعني يعني قررت انه يبعدوا عن بعض شوية لحد ما هو يبقى يعني مستعد يتكلم معاها ويحكي لها اللي حاصل. وانا بتضايق بصراحة، لا ارجوكم ما تسيبوش بعض، يعني انتوا يعني لسه متصاحبين قريب، يعني اصبروا شوية، يعني ما لحقناش نستمتع، ما لحقناش نتبسط معاكم. في نكد كده حصل في الحلقة ال 14 تقريبا، ولكن هيجين ما بتقدرش تبعد عنه، فبترجع تقول له خلاص انا يعني خلينا زي مع بعض زي ما احنا، وانا هستنى يعني، يمكن انا مستعجلة، فانا هستنى لحد ما انت تبقى مستعد تتكلم وانا موجودة يعني. فبنشوف هنا تشيف هونج يعني موضوع تقيل جدا عليه، مش قادر يحكي لها، وفعلا هو كان عمره ما هيحكي لها. فاحترم جدا ان هي احترمت مشاعره وقررت ان هي يعني تستنى عليه. الحلقة بقى ال15، انا وصلت للنهاية تقريبا، الحلقة على 15 وال16 بركان مشاعر وانفجر في وشنا والله العظيم. الحلقة ال15 بتبدأ انه التصوير خلص اللي كان بيحصل في بيت الست العجوزة دي الجدة، وكان التيم بتاع التصوير يعني بيحتفل بآخر يوم تصوير حاجة زي كده، فكانوا عاملين زي حفلة صغيرة عندها في البيت. وفي اليوم ده فجأة واحد من الشغالين على البرنامج عرف اسم تشيف هونج الحقيقي اللي هو هونج دوشي، فقال له انت اسمك كذا وانت كنت شغال في كذا، وي 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 انت قتلت ابويا، انت اذيتني. وفجأة يا جماعة بدأ يضربه وينفعل جدا، والغريب ان تشيف هونج ما دافعش عن نفسه، سابه يضربه وانسحب من المكان ومشي. بنشوف هيجين بتمشي وراه بتسأله في ايه، احكي لي اللي حاصل، الكلام ده اكيد مش صح، اكيد في حاجة غلط. زقها وقال لها لا، هو بيتكلم صح وكل حاجة سمعتوها صح، وانا انسان كده، وكمان انا قتلت الشخص اللي كان في الصورة اللي انت شفتيه. هيجين سكتت ورجعت خطوتين لورا مش مصدقه اللي بيحصل. رجعت عند صاحبتها ميسون البيت، قعدت تعيط يا جماعه بحرقه، لا مش عارفه ايه اللي بيحصل، مش عارفه خلاص ما بقتش فاهمه اي حاجه. يا لهوي صعبت عليا جدا في المشهد ده بجد. قد ايه بتحبه، بحب شخصيتها قوي في المسلسل ده يا جماعه، عفويه معرفش يعني، بحس انها شبهي شويه، متسرعه جدا ومشاعرها على طول طالعه كده وفياضه فكانت كيوت قوي بجد. وبعدين بيجي مشهد تشيف هونج بيجيله زي بانيك اتاك، دخل بيته بينهج مش قادر ياخد نفسه، بياخد حبوب معرفش ده مهدئ ولا ايه، وبيفضل منعزل في بيته معرفش كام يوم ولا كام اسبوع. بيعدي يوم ورا التاني ورا التالت، اهل القرية كلهم مفتقدينه، الدنيا لايصة من غيره، كل الناس اشغالها متعطلة بسبب ان هو كان بيساعد كل الناس دي، وهم قلقانين عليه، يعني اكتر همهم ان هم قلقانين عليه هو عامل ايه، هو يعني عايزينه بس يبقى كويس، طب يطلع، طب بياكل، طب مش عارف ايه. وبنشوف ان هيجين برضو راحت شغلها وبتمارس حياتها بشكل عادي ومش عارفة تعمل ايه، يعني مستنية هو يطلع، حاجة تظهر، حد يقول حاجة، لحد ما بتجيلها الجدة وبتكون جايبه لها أكل أو ذرة كده معرفش مسلوقة ولا إيه، وبتقول لها أنا رحت له وحطيت له أكل كذا مرة ومش بياخد الأكل ومش بياكل، روحي له وحاولي انت معاه يمكن يسمع لك. فبنشوف هيجين بتقرر أخيرا تقطع عليه العزلة اللي هو قاعد فيها، وبتفتح الباب وبتخش وبتحط الأكل قدامه وتقول له الجدة جابت لي الحاجات دي وكمان جابت لك، وبتخنق يا عيني بتبقى هتعيط وتقول له يعني أنا هستناك لو أنت مش عايز تتكلم، بس على الأقل كل، يعني على الأقل ما تقعدش كده كل حاجة. فأخيرا تشيف هونج بيقول لها استني هحكي لك واقعدي، وقعدت يا جماعة وقعد يحكي لها الحكاية، بجد مش قادرة. قعد يحكي لها الحكاية، حكايته بقى لما كان في الجامعة مع صاحبه ده كان أكبر منه وكان زي أخوه، كان بيحبه زي أخوه، وكان متفق معاه لما يخلصوا الجامعة يفتحوا شركة ويشتغلوا مع بعض، وفعلا ده حصل، والشركة كانت ناجحة وكانت الدنيا ماشية حلوة قوي، لحد ما حصل مشكلة في البورصة ولا معرفش في ايه. المهم
بدأت مشاكل كتير تحصل، وكان في الشخص ده اللي هو أبو اللي شغال في البرنامج ده. المهم يعني الشخص ده اللي اتأذى إنه استثمر مبلغ كبير جدا في حاجة مش مضمونة، مع إنه هونج دوشيك كان مأكد عليه إنه ما يجازفش وإنه يستنى، ولكن الراجل اتصرف من دماغه، أخد كارد أو حاجة زي كده. المهم إنه خسر الفلوس ودخل في حالة صعبة جدا من الاكتئاب ويحاول ينتحر، وبالفعل يعني لحقوه في المستشفى واتشل بسبب المحاولة دي. وطبعا تشيف هونج شال كل الليلة دي على دماغه وان هو السبب، وانهار جدا لما عرف ان الراجل ده اللي هو كان حارس عندهم في الشركة حاول ينتحر. وبالفعل كان رايح له المستشفى ولكن ملحقوش، لانه هم رايحين عملوا حادثة. كان المفروض هو يسوق، وجي صاحبه قال له انا هسوق مكانك، وساق مكانه فعلا. وهم رايحين ولسه بيهديه وبيقول له ما تشيلش هم والموضوع مش ذنبك وي وي وي، بوم جت عربية، عملوا حادثة كبيرة وصاحبه اللي كان سايق مات بداله. ومن هنا فضل شايل الذنب ده في نفسه. وحتى لما راح الجنازة كانت مراته منهارة وقالت له اطلع بره، انت المفروض تموت بداله، انت يعني خدت حياته وحاجات زي كده. طبعا هي كانت مش في وعيها، يعني كانت منهارة. ففضل شايل طبعا الذنب ده في قلبه طول حياته، ورجع وباع كل اللي وراه واللي قدامه عشان يساعد أهل الراجل ده اللي حاول ينتحر، وساب كل حاجة ورجع تاني جونجن. فحكى لها الحكاية دي وقعد يعيط، وهي طبعا حضنته وقعدت تخفف عنه، هي كمان عيطت. فده اللي كده اللي هو كان شايله جواه، وده الحمل اللي هو شايله كل السنين دي وما كانش بيطلعه. بنعرف كمان بعد شوية انه الشخص ده اللي مات صاحبه ده يبقى جوز اخت المخرج. يعني كل العلاقات متصلة ببعض، يعني كلهم كده كونكتد في حاجة. انه المخرج كمان الموضوع ده طايله بطريقة او باخرى، عرف من الراجل ده اللي شغال معاه انه اللي مات ده كان جوز اخته. بعد كده بنشوف انه المخرج سونج جاب الولد ده اللي أبوه مشلول، وراحوا عند القرية تاني، وراحوا لتشيف هونج وقعدوا مع بعض بقى قعدة كده حلوة جدا. والولد ده اعتذر له وقعد يعيط وقال له انا اسف، يعني انا صبيت كل غضبي عليك، وانا كنت عارف ان المشكله مش عندك، المشكله عند ابويا، هو اللي جازف وهو عمل حاجه مش صح، وانت برضو مالكش ذنب. يعني هو في الاخر كان قراره، يعني كان بايده. الحلقه كانت مليانه مشاعر، كانت مليانه. بعد كده بنشوف المخرج بيجيب اخته وابنها، كبر بقى دلوقتي ما عادش بيبي، وبيروحوا عند القريه وبيقابلوا تشيف هونج وهيجين. بنشوف مرات صاحبه اللي مات ده قاعدة مع تشيف هونج على البحر، وبتقول له خلاص يعني أنا تخطيت الموضوع وأنت ملكش ذنب، واللي حصل حصل، وأنت كمان تخطى الموضوع، يعني ما تتعبش نفسك وما تشيلش نفسك يعني أكتر من طاقتها، كفاية اللي حصل. وبيجي مشهد حلو جدا تخيلي، يعني مش حقيقي، لما صاحبه يعني خيال بقى ولا إيه مش عارفة، أو روح صاحبه بتكلمه وبتقول له مش ذنبه، وانه عمل اللي عليه، وانه كان احسن حد يعني قبله. كلام لطيف، كله كلام حلو تحفه. حلقه كانت مليانه مشاعر بقول لكم، يعني انا ما بطلتش عياط من اول حلقه لاخرها. واللي كمل عليا بقى يا جماعه اخر مشهد في الحلقه ال15 لما الجده ماتت، كانت نايمة مع صاحبتها في بيتها وبتكلموا وبيهزروا مع بعض ومش عارف ايه، وقعدت تكلمهم على قد ايه هي ممتنة لحياتها وعملت كل اللي نفسها فيه، وبتموت في سلام في هدوء أثناء نومها. الأرك بتاعها كان جميل بصراحة. والمشهد يعني الحلقة انتهت على كده وأنا خلاص بقى يعني وشي كان كله دموع، متأثرة جدا باللي حاصل. بجد رهيب. في آخر حلقة دي برضو هيجن وتشيف هونج كانوا قاعدين عند المنارة، وبيحكي لها حكاية هو ليه متمسك بالقرية وليه بيحبها كده وليه مش عايز يسيبها، عشان الناس دي لها فضل عليه. الناس دي هي أنقذته حرفيا. لما جه القرية وكان متدمر تماما بعد اللي حصل في سول، قعد في البيت وعازل نفسه وكان مكتئب، الناس دي فضلت تخبط عليه وتجيب له أكل، وما كانش حد بيسأله انت مين ولا بتعمل ايه ولا ايه اللي حصل. الناس دي كانت بتجيب له اكل، كانت بتساعده بدون مقابل، وبداوا يطلبوا منه مساعدات. يعني واحد عايز يصلح حاجه يقولوا تعالى صلحه عليه، واحد عايز يعمل حاجه يقولوا تعالى ساعدني في كذا، طب تعالى اقف مكاني في المحل، طب تعالى ساعدني في المعرفش ايه.
فبدأوا يطلعوه من البيت بطريقتهم من غير ما يضغطوا عليه، من غير ما يتدخلوا أكتر من اللازم، وبدأوا يعتنوا بيه كأنه قطة ضايعة من أمها، وبدأوا هم يبقوا عيلته ويحوطوه ويدعموه لحد ما بقى تشيف هونج. هو بالطريقة دي بقى تشيف هونج، بقى زعيم القرية، أو بقوا كل الناس دي يعني بتحبه وبتدعمه بالطريقة دي. كانت يعني لحظة مؤثرة جدا ازاي بقى تشيف هونج. وفي حتة برضو حلوة جدا انه لما كان في المستشفى، لما عمل حادثة في سول كان هينتحر، تمام، وكان رايح بالفعل عند الجسر ونط في المية، فجات له مسج من الجدة بتقول له ان هو وحشها وان هي نفسها تشوفه وان هو بقاله كتير ما جاش وان هي عملت له الاكل اللي بيحبه. فبيتراجع عن قرار ان هو يقتل نفسه او ينتحر، وبيقعد يعيط زي الاهبل. بجد مسكين، بيقعد يعيط، وبجد بجد تنقذه يعني. كان في مشهد كمان لما جده في عيد ميلاده كان بيتمنى له انه يلاقي حد يكمل معاه الحياة، عشان جده كان طبعا راجل عجوز وعارف انه هيموت. كان مشهد حلو قوي برضو انه اخيرا لقى هيجين، يعني كل الاسرار اتفتحت وكل حاجة قالها لهيجين. يعني كمان هيجين ساعدته انه يتخطى ويكمل حياته بقى بشكل طبيعي، يعني يحب ويتحب ويعيش ويتجوز ويعمل عيلة وهكذا وهكذا وهكذا. والحلقة 16 بقى خلاص يعني ختام، أو يعني ما كانش فيها حاجة قوي غير انه العزا بتاع الجدة، وهي كانت مصرة انه يعملوه يعني كاحتفال وياكلوا ويشربوا ويتبسطوا. كان في مشهد برضو بعد العزا بتاع الجدة في بيت تشيف هونج، راحت معاه هيجين البيت. هي كانت شايفة انه كابت مشاعره، يعني ست ماتت وهو ما عيطش، وكانت غالية جدا عنده، هي عارفة قد ايه هي حد مهم بالنسبة له. فكانت حاسة انه في حاجة ناقصة، يعني هو ما طلعش مشاعره، هو كده مش كويس. فالمهم راحت له البيت، فقالت له تعالى اعمل لك حاجة تاكلها. يعني بيفتحوا الفريزر، طلعوا الكورن اللي كانت بعتها الجدة اللي هو الذرة ده، ولقوا فيه مسج اتاريها كانت كاتبه له رسالة وكانت حاطاها تحت الاكل. فتحوا الرسالة وقروها، وكانت رسالة حلوة جدا، بتقول له كلام جميل جدا يا جماعة. بتقول له انه الحياة صعبة، وانه مهما حصل اوعى تنسى تاكل، وما فيش حاجة هتمنعك ان انت تعيش وي 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 واطلع وما تقعدش لوحدك وكل الكلام ده. وقالت له انت مش بس حفيدي، انت كمان ابني، وانا حبيتك كابن وكحفيد. فالرسالة بتاعتها كانت حلوة جدا جدا جدا. وبعد ما قرأها قعد يعيط تاني، انفجر من العياط تاني لأول مرة. تحس انه في جريف بقى، يعني بيعيط من موت أهله وموت جدته وموت صاحبه، يعني موت الجدة، يعني خرج منه كل المشاعر دي. مشهد ما كان بيعيط يا جماعة كان بيعيط بصوت، بيعيط بجد، فاهمين قصدي؟ وهي طبعا هيجين موجودة واقفة جنبه بتدعمه وبتهديه، وكانت واخداه في حضنها. مشهد تحفة 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 بجد. بعدها خلاص بقى الدنيا بقت ظريفة، وبقينا بقى بنحب بعض ونعاكس بعض، وشغل المتجوزين دول جداد، يعني بجد كان تحفة. كمان هي طبعا بنتنا متسرعة جدا، راحت قال صاحبتها بقول لك ايه، انا هتقدم له خلاص، انا هقول له انا هتجوزك، انا مش هسيبه لوحده، ده ما ينفعش يقعد لوحده. بنشوف مشهد تحفة جدا. نفس المكان اللي اتقابلوا فيه اول مره، حطت جزمتها اللي كانت ضاعت في البحر وهو لقاها لها، والجزمه اللي هي جايباها له قالت له انا عايزه يعني الجزمه تبقى جنب بعض قدام البيت، ومش عايزه ابعد عنك ولا اسيبك، ونبقى مع بعض والكلام ده كله. وعايزه اتجوزك. قالت له كده بالظبط، تتجوزني او حاجه زي كده. المهم انه تشيف هونج بلم لها كده ولا لها لا. اتوتر جدا ان هي سبقته، وهو اصلا كان مجهز ان هو يتقدم لها. وبنشوف يا جماعه ان هو اشترى لها السلسله الغاليه جدا اللي كانت عاجباها ورجعتها، وقال لها انت سبقتيني، دلوقتي انا اقول ايه ومش عارفه اقول ايه. قالت له خلاص 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 خلاص، خد انت بقى الموضوع من هنا، كمل انت كاني ما قلتش اي حاجه. فبنشوف انه بيقول لها انت يعني اول يوم، هي كانت بتقول له اول يعني يوم في لها في القريه كان يوم صعب، وان اول لقاءات بينهم كانت سخيفه وكانت مجنونه، وكانت هي عماله تطلب منه فلوس وتطلب منه يساعدها، فاكيد هو كان فاكر ان هي مجنونه. قال لها لا، اول يوم انا شفتك بتساعدي بورا وايجون، وشفتك إنسانة طيبة، وشفت واحدة زعلانة جدا على البحر وقاعدة سرحانة، وتعاطفت معاكي أصلا وأنا معرفش إيه حكايتك، وكنت حابب أساعدك. يعني هو كان بيعمل ده من أول دقيقة، وهو عايز يساعدها مش عشان يسخف عليها. يعني لما ودها تشتغل على البحر مع الجدات عشان تطلع القرشين اللي تدفعهم في القهوة،
كان عشان يساعدها مش عشان يغلس عليها. كان ممكن يديها الفلوس بس هو ما كانش عايز كده. فبنشوف انه من الاول دقيقة كان بيحبها، بس هو زي ما قلت لكم هو تقيل قوي. بس يا جماعة، بس بيخلص المسلسل هنا وقرروا ان هم يتجوزوا. مشهد اللبس لما راحت تلبس الفستان بتاعها، قالت له نعمل فوتوشوت هنا عشان فرحهم كان هيبقى في سول. فقالت له عايزين نعمل فوتوشوت في جونجن، مكان اللي حبينا بعض فيه وكده. فستانها يا جماعة كانوا تحفة تحفة تحفة، فستانها كان حلو قوي، أرق فستان عروسة شفته في الدراما الكورية كلها بصراحة. بجد سيمبل بطريقة غريبة ولايق عليها جدا، هي أصلا كيوت. وبعدين جالها مكالمة حد عايز منها مساعدة، فهو غار منها اللي هو ايه ده، هما يستبدلوني ولا ايه، هما يحبوك انتي ويطلبوا منك مساعدة. في اللحظة دي بتكون قررت هيجين تقعد في جونجن وتكمل حياتها هناك. كان جالها شغل في سول ولا هي، لكن هي رفضته وقالت له انا خلاص انا اتغيرت، يعني انا اهم حاجة ان انا اعيش مبسوطة وسط ناس بتحبني. بنشوف كمان ازاي اهل القرية بجد حبوها جدا. كان في مشاكل كتير حلوة لما المتعقب ده دخل بيتها وهاجمها تاني يوم لما طلعت من بيت تشيف هونج، ازاي كانوا قلقانين عليها وبعدين طمنوا عليها ومش عارف ايه وكده. فعلاقاتها اتحسنت بالناس كلها وبجد يعني حبتهم كأنهم أهلها، هي برضو مقطوعة من شجرة ملهاش حد. فبس ده كان النهاية. بجد مسلسل جميل، مسلسل تحفة، حبيته جدا واداني إحساس جميل جدا لما خلص. عايزة أقول لكم إنه فيها حاجة المخرج جي، أنا يا جماعة أنا بحب الممثل ده، بحب الممثل ده جدا اللي هو لي سانجي. لي سانجي ممثل جميل جدا ودايما يطلع في دور طرف ثالث، بيحب البطلة من طرف لوحده. فاللي هو نفسي بجد أشوف له مسلسل لوحده، نفسي يعملوا له مسلسل هو يكون البطل فيه. ولكن أنا عندي واحدة صاحبتي مقتنعة إنه ما ينفعش يعمل بطل مسلسل عشان هو مش حلو كفاية أو مش هيبيع المسلسل. انا بقول لا. وعلى فكره لي سانجي مميز جدا، بيغني، عامل اغنيه حلوه قوي للمسلسل ده اسمها I hope you are happy، وصوته حلو جدا. اتفاجئت ونفسي بجد اشوف له مسلسل لوحده. بنشوف بعد كده في المسلسل ده ان هو حب البنت اللي هي مساعده بتاعته او حاجه زي كده. هي اصلا كانت بتحبه طول عمرها، بتحبه من زمان جدا وهو كان كارف لها او ما كانش شايفها. وبيبدأ أخيرا يلاحظ مشاعرها تجاهه، بيبدأ هو كمان يلاقي نفسه بيحبها لما كانت تسيب الشغل وهو بدأ يغير عليها ان هي بتكلم مخرج تاني او عايزة تبقى مع مشروع تاني. فبيلاحظ مشاعره انه هو اصلا عنده مشاعر تجاهها بس ما كانش مدركها. ده كان الارك بتاعهم. يا جماعه نسيت اقول لكم حاجه، صاحبتها ميسون وعلاقتها مع الشرطي ده كانت لطيفه جدا يا جماعه. بجد انا مش قادره اتكلم عنها كتير، بس يعني هقول لكم حاجه بس بخصوصها، انه الشرطي ده كان عبيط جدا، مش عارف يعبر عن مشاعره، مش عارف اصلا يعني ايه يتكلم او يقول ايه او بيفهم الكلام والتلميحات والحاجات دي. فاخيرا لما بداوا يعني بدا يدرك مشاعره وقال لها ان هو بيحبها والكلام ده كله، كان بيجيب لها هدايا غاليه جدا. فهي ما كانتش فاهمه الهدايا دي بيجيبها منين. فكانت مره بتسمعه في مكالمه بيتكلم معرفش على كانه هيعمل صفقه او حاجه فلوس ومش عارف ايه. فمشيت وراه وكانت فاكره ان هو يا عيني بيعمل حاجه مشبوهه عشان يجيب لها الهدايا الغاليه دي. ولكن اكتشفت بعد كده انه بيعمل حاجه عبيطه، يعني معرفش بيبيع حاجه كروت او حاجه لعبه حاجه كده. واعترف لها ان هو اللي كسب اللوتري اللي كانت ب2 مليون دولار، واتبرع بجزء منها والباقي محوشه عادي، مش لاقي حاجه يصرفها فيه، فشايل الفلوس عادي يعني كاجولي كده، معاه 2 مليون دولار ولا اقل شويه وسايبهم عادي. فده اللغز الثالث اللي في جونجن، وعرفنا هو ايه اخيرا. بس حكايتهم حلوه ولذيذه ولطيفه وضحكتني، والشورت ده كان عبيط جدا بس كان كيوت يعني. هو ده المسلسل، ومش عارفه طولت جدا جدا جدا، بس انا اعمل ايه، المسلسل هو اللي حلو. كل مرة أقول لكم كده. بليز يا جماعة اتفاعلوا على الحلقة وقولي لي رأيكم وتعليقاتكم، أي حاجة عايزين تقولوها. ولو حد عايز يسجل معايا تواصل معايا ونظبط حاجة مع بعض، أبقى مبسوطة جدا 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 جدا. وأشوفكم في حلقة جديدة وحدوتة جديدة الأسبوع الجاي.
كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بوقتكم واتبسطتوا معايا. شكرا من قلبي لكل حد بيسيب لايك أو كومنت، دعمكم بيفرق جدا. وما تنسوش تتابعوا زكاة توك على كل منصات البودكاست، أبل بودكاست وسبوتيفاي، وكمان على انستجرام ويوتيوب عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول. ولو الحلقة عجبتكم شاركوها مع أصحابكم اللي بيحبوا الكي دراما. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، وباي باي.